السلام عليكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. أسفة على الانقطاع المدة اللي فاتت دي كلها. وده لظروف صحية غصب عني. إن شاء الله هقول لكم الأنواع البط اللي بتشيل وزن بالترتيب، يعني أحسن حاجة واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، والنوع اللي يلحق معاكي شهر رمضان إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأول اذكروا الله. أحسن نوع بط اللي تقدروا تحصلوا عليه هو البط البغال، مش المحلي، المستورد. في فرق بين الاتنين، تفرقي بينهم من لون العين. المستورد بيبقى عينه حمرا، وبيبقى عمره اسبوعين اقل حاجه، لان هو بيبقى مستورد جاي من بره، وده صعب تحصلي عليه او مش كل الاماكن بتبيعه. وكمان سعره غالي دلوقتي جدا لان سعر الدولار ارتفع. فلو قدرتي تحصلي عليه ده احسن نوع، ده احسن نوع يشيل معاكي وزن. يليه طبعا اللي بعده على طول الذكور المسكوفي. دي برضو بتشيل وزن كبير جدا، وبرضو ممكن تلحق شهر رمضان. جماد اول وثلاث شهور. لا، ممكن ما تلحقش الذكور المسكوفي، لا ما تلحقش. البط البغال اللي هيلحق ان شاء الله. طيب، معرفتش تجيبي مسكوفي، تجيبي بط بغال محلي او مولر محلي. ده برضو نوع كويس جدا، وده اللي يلحق معاكي رمضان ان شاء الله، لان هو اللي بيتذبح على 3 شهور، وبيشيل وزن كويس جدا، ومحتواه برضو من الدهن قليل. بس ما بيشيلش لحم زي المستورد طبعا. ده كبيره 5 كيلو. اما المستورد ممكن يوصل معاكي ل8 كيلو، بس ده صعب زي ما قلت لكم ان انتوا تحصلوا عليه، او مش موجود في كل الاماكن، مش بيتباع في الاماكن، وكمان هيبقى سعره غالي دلوقتي. وللأسف برضو المسكوفي والمحلي سعرهم غالي جدا دلوقتي، لأن المعامل ده فرصتها اللي هي دورة تربية رمضان. يعني ده الوقت المناسب لشراء الطيور، فالطيور دلوقتي مرتفعة جدا. ولسه كمان الفراخ البيضة هترتفع، والكتاكيت البيضة هترتفع الأيام اللي جاية قبل طبعا رمضان بشهر بشهر شهر ونص، هنلاقي ترتفع جدا زي كل سنة. الوقت الموسم بتاع البط، عشان كده البط المسكوفي النهارده عامل 65 جنيه. كتكوت طالع من البيضة 65 جنيه، وده كتير طبعا جدا. طيب، عشان ما اطولش عليكم بس او ما انتوهش، لو انت معرفتيش تجيبي البط البغال المحلي، او فات شهر بعد دلوقتي، يعني لسه قدامك بس شهرين عشان رمضان، انصحك ان انت تجيبي البط البيور. ده برضو حاجة تحفة وخرافة، وبيكبر بسرعة جدا ما شاء الله. ممكن كمان تجيبيه قبل رمضان ب45 يوم بس، وهتلاقيه يكبر معاكي ويشيل وزن كويس جدا ومحترم. بيكون ابيض كله كده، وبرضو بتبقى تربيته جميلة وسهلة جدا عن المولر كمان، وعن المسكوفي. ده اسرع حاجه، انا قلت لك بالترتيب اهوت. ان عرفتي تجيبي البغال المستورد ده احسن حاجه. ان بعده ذكور مسكوفي. بعده المولر المحلي، اللي هو اللي من انتاج بلدنا يعني. ده افضل، انا افضل ده احسن حاجه، ده الوقت المناسب ليه دلوقتي قبل رمضان ب3 شهور. وكمان ما بيشيلش وزن، وصوته مش عالي، وجامع بين كل مميزات البكيني والمسكوفي. لو تفتكروا او شفتوا في الفيديوهات اللي قبل كده، هقول لكم اللي عايز يعرف الفرق بينهم في الشكل، في ظروف التربيه، بيبيض امتى، كده في فيديوهات قبل كده. زي ما قلت لكم كده، ده بيبقى ناتج تهجين المسكوفي مع البكيني البيور، فبيدي حاجه وسط كده بين الاتنين، بيبقى كويس جدا يا جماعة. ما بيشيلش لحم كتير، ما بيشيلش دهن كتير، سوري. وكمان ما بيعملش صوت عالي زي البكيني، وكمان دورة تربيته سريعة، فجامع بين كل الصفات. يا رب يوفقكم في النوع اللي هتختاروه. كل